النهارده اول حلقه في سلسله تجارب النودلز الكوري. دولت اول 3 انواع من ال 27 نوع اللي احنا جبناهم، وهنزودهم لو لقينا اي حاجه جديده موجوده. يلا بينا. هنبدا بالسام يانج سي فود بارتي. ناس كتير قوي قالت نجربها، والمشكله ان في ناس كتير قوي قالت كومنتات عليها من قبل ما احنا نجربها ان هي وحشه، فيعني انا هفتحها وربنا يستر. دي النودلز بتاعتها اللي هي المفروض مربعه كده، وطبعا هي مكسره. معاها سي ويدز وباودر. اضف المعكرونه الشعريه والمسحوق والرقائق الى 19 اونصه، يعني 550 مللي من الماء المغلي، ودعها تطهى لمده 4 دقائق. قلبها جيدا وقدمها. يلا بينا. يلا بينا. حط ميه سخنه. كفايه النودلز. حط الفليكس. الباودر. كان في حد بينظف سمك جنبي، حتى طعم ريحتها مش سمك، ريحتها تنظيف سمك. جاهز. نقلبها كده هي كلها. يلا. ده شكلها كده مع الشوربه بتاعتها لونها اورنج، مش عارفه ليه، وتقريبا فيها فيش كيكس، يعني الحاجات اللي هي الاحمر ده كده، ده تقريبا فيش كيك. هي لما اتسابت شويه على النار ريحتها اتحسنت شويه، شامم ريحه كابوريا. طبقك. خلينا ناخد كده ايه حبه تبرد شويه لان هي سخنه قوي. ماشي. ريحتها ارجل كابوريا دلوقتي. ريحتها قشر جمبري. وريحه السمك اللي اول ما اتفتح الكيس بتاع الفليكس دي راحت الى حد كبير، يعني مش شاممها دلوقتي شامم ريحه رجل كابوريا. بحب جرأتك في التجارب، يعني انت تخش على الحاجه بقلب كده، يعني ما انت اصلا شامم مبدئيا ان هي ريحتها مثلا مش حلوه، ما عشان هي تبقى مره واقرر بعدها يعني هي حلوه ولا لا. صح. بسم الله. فيها كرفس دي على شوربه خضار. شوربه خضار مزفره. بس هي مش مزفره قوي، بس مش حلو، وطعم السي فود بتاعها مش حلو. لا مش طعم سي فود حلو. يعني انا اصلا في النودلز العاديه اللي هي الاندومي انا كنت بحب الزرقاء اللي هي بالجمبري، كنت بحب طعمها جدا. لا دي مش قريبه حتى منها، مش عارفه تتحسن ازاي دي، يعني تتحسن ازاي عشان اكلها. اعتقد ممكن نحط عليها مثلا كمون وليمون مثلا، او نجرب ممكن. نو اللي بعده. تاني واحده بالدو تيمساي دي الفليفر اللي هي الفلفل الاحمر الفيتنامي. في منها كذا نوع، دي رامن، في ستير فرايد رامن هنجربها بعدين. المفروض ان دي حراقه، والمفروض برضو ان دي رامن، يعني بيبقى فيها شوربه، سوب او شوربه يعني. دي زي التانية بتاعتي نفس شكل النودلز بتاعت ساميانج تقريبا، هي بالظبط، هي تقريبا بالظبط. معاها فليكس والباودر بتاع السوب مكتوب عليه سوب بيس. حط لنا ميه. اوكي. كيس باودر ملغم. نحط الباودر والفليكس، سيبها على النار من 3 ل 4 دقايق. الرامن لونها برضو اورنج، والنودلز بتاعتها ماسكه نفسها كده. هي فيها خضار، فيها بصل وفيها جزر، وتقريبا ده مشروم. دي سليمه مش مفتته زي المره اللي فاتت. عايزه تتجاب في الشتاء الساقع قوي قوي قوي، الوقت بتاع العدس ده، هو ده تقريبا العدس بتاعهم اللي بيدفي. الشوربه طعمها حلو ومش وحش، حاساها ناقصه ملح، وده اصلا يعني نادر قوي في الحاجات الكوري بالذات. طعمها حراق، سنه مراره كده بسيطه قوي. النودلز نفسها حلوه، ماسكه نفسها، طعمها التكستشر بتاعها حلو. الحراق بتاعها مقبول، مش زي الحراق بتاع 3 اكس اللي كانت لا تؤكل دي خالص. لا مفيش مقارنه خالص. لا حراق عادي، اللي هو الناس اللي بتاكل حراق بالنسبه لها ده هيبقى عادي. بس هي الفكره ان دي برضو بصراحه ما ادفعش فيها الفلوس بتاعتها، يعني دي ب 100 جنيه ما ادفعش فيها 100 جنيه. ما ممكن اجيب بتاعتنا اي نوع مصري وهتبقى تمام، يعني بغض النظر عن التكستشر بتاع النودلز نفسها، يعني ده ما يخلينيش ادفع فيها الفلوس. ما فيهاش الحاجه اللي موجوده في النودلز التانية اللي احنا متعودين عليها. الامامي اللي بعده. تالت واحدة اللي مش اول مرة احنا نجربها، احنا جربناها قبل كده، بس عشان نقعد نقول الفليفرز بتاعتها تاني ونقارنها مع اخوانها التانيين من الشركات الاخرى. الهوت تشيكن فليفر الكربونارا. بحب قوي النودلز دي، تبقى عريضة شوية كده شبه الفيتوتشيني، مبططه كده. مبططة. معاها الباودر بتاع الجبنة، ومعاها الصوص نودلز. ومش هحط معاها الحاجات دلوقتي، هسيبها تستوي بعدين هنصفيها وارجع لكم. يلا بينا. بسم الله. 8 معالق ميه. 1 2 3 4 5 6 7 8. الباودر والصوص.
هل احنا كده هنبقى متحيزين خالص. متحيزين ليه؟ انت مش بتقارن، احنا مش بنقارن. دي النودلز بتاعتها اللي هي النودلز العريضه، هي كريمي جدا ولونها ايه؟ هي لونها بينك. لونها بينك فعلا. دي كربونارا العاديه مش كريم كربونارا، دي حراقه اكتر. قلت لك هات شوكه. لا هي الشوب ستيكس دي اصلا شكلها ايه، باظت اتعوجت. بص دي بقت معوجه، ما بقتش بتقفل على التانية. لا معوجه على نفسها والله باظت، يا خساره. صح، ده خساره جدا. طب هجيب واحده تانية بقى، هجيب عندي من اللي هي العاديه دي. ممكن تركب شوكه على فكره عادي. طب هاكل بشوكه دلوقتي، بس خلاص عايزه اجيب شوب ستيكس تانية كده. خلاص ارتحت، اكلني بالشوكه. اصل يعني والله بحب اكلها بالشوب ستيكس، انا حره. حراقه، فيها طعم جبنه، فيها طعم بصل، وفيها طعم تاني كده هتحبوه بس مش تبقوا عارفين تقولوا هو ايه خالص يعني. وده سر حب الناس للنودلز الكوري، او بالذات اللي هي بتاعت بالدوج دي. الكربونارا عامه من احلى دي من احلى الانواع. اوكي يلا نلخص. يلا بينا. جربنا النهارده 3 انواع من النودلز: السي فود بارتي، التيمساي، البالدو التيمساي، والبالدك الكربونارا. اول 2 مش هشتريهم تاني. تالت واحده اللي هي البالدك الكربونارا دي اجيبها تاني، وهي دي ممكن تكون من اكتر الانواع المفضله لينا انا ومسعود. انما الاثنين التانيين دولت واحده فيهم حلوه وتتاكل كل حاجه، بس في انواع مصري ممكن اجيبها، والسي فود دي مستحيل اجيبها تاني. وكده نكون جربنا 3 انواع نودلز في اول فيديو من سلسله النودلز الكوري. ونشوفكم الفيديو الجاي.